مساء الخير يا فندم. مساء النور. طبعًا منوّراني في بودكاست يا فندم، قعدة حلوة وضحك من غير فلتر. يعني ليّا الشرف إن أنتِ تكوني معايا النهارده في البودكاست وعارفة إن إحنا هنضحك للصبح. بُصّي هي فكرة لطيفة جدًا، بس ربنا يقدّرنا عليها يعني. دي أهم حاجة، هي الفكرة كلّها إن دي قعدة حلوة هندردش فيها مع بعض ونحب دايمًا نسمع كده طبعًا، آرائِك وكلامِك، لإن دايمًا كلامِك طبعًا اللي عارفِك مُعبّر وعميق. طبعًا، طبعًا يا رب، ربنا يستر. طبعًا أنا عارفاكِ، لمّا تقولي اسمِك في ناس كتير هتعرفِك، بس أكيد في ناس مش عارفاكِ، فهاقول لِك أول سؤال، عرّفيني أنا علا، دكتورة أسنان، متجوّزة وعندي ولاد الحمد لله، إلى حدٍ ما يعني الحياة الحمد لله ماشية يعني. طيب حلو، وبتشتغلي والّا باشتغل إلا إذا في مشكلةٍ ما، لكن أنا في العادي بتاعي إن أنا باشتغل يعني إيه لغاية ما البنزين يخلص مثلًا أو يحصل أي حاجة يعني، بس طب أنا باشتغل وباحب إن أنا فكرة إن أنا يعني أكون باعمل حاجة، ما احبش فكرة إن أنا أكون تقعدي بس في البيت. في البيت وباكل وباشرب وحياتي كلها متمحورة جوّه 4 حيطان، ما أقدرش، يعني حتى اختيار إن أنا أبقى مثلًا دكتورة أسنان، إن أنا كنت عايزة يبقى في communication بيني وبين الناس، إن أنا مش أنا شخص أصلًا communicator باحب إن أنا يعني يبقى في حياة، غير جوّه 4 حيطان. أوكي، ده إمم. سبب اختيارِك أصلًا أيوه، لأسنان، أيوه، إن أنا بجد مش والله؟ عايزة أبقى صيدلة، وطبعًا دكتور مستحيل ما حدش هيختار دكتور غير ربنا يوفقهم يا رب كل الناس الدكاترة، بس يعني أنا كنت بين أسنان وبين صيدلة، لأ أنا كنت حاسة إن أنا عايزة إن أنا أبقى direct مع الpatient وإن أنا باتكلم معاه ويتكلم معايا ويحس بالتأثير حاجتي في لحظتها، في نفس الvisit أو كده. والله! إمم. لأ إحنا دخلنا صيدلة كده يعني بدون وعي، بس حلو، لأ حلو، حلو الهدف حلو. أنا دايمًا بابتدي بسؤال كده عام، نظرًا لإن أنا معظم اللي أنا باعمل معاهم البودكاست أنا بابقى عارفاهم وعارفة إن هم شبهنا، كلنا إمم. شبه بعض، فباحس إن كلنا بقينا بنستغرب حاجات، فأحب أسمع من وجهة نظرِك كده إيه اللي بقيتِ شايفاه بُصّي، هو in غريب؟ general الدنيا بقت مش زي ما إحنا كنا طالعين عادي يعني من أول ما إحنا صغيرين وبنكبر، لأ، هو بقى في اختلافات كتير، بس ممكن نhighlight على 2 points بالنسبة لي أنا أساسيين يعني، حلو، من أكتر الحاجات اللي باتضايق منها. أنا عندي أخطاء، يعني أنا لازم أعترف إن أنا عندي مشكلة وأحاول أصلّح في نفسي، ما فيش حاجة اسمها أنا كده أو أنا طبعي كده، أنت كده بتأذي اللي قدّامك أو أنت شايف نفسك مثلًا صفة وأنت عكس الصفة دي، طَب أنت أوكي، كده بتتعب الناس اللي معاك، ليه الواحد ما يحاولش يصلّح في نفسه؟ أوكي، يحاول يغيّر مثلًا حتى لو في مشكلةٍ ما يحاول يغيّر في الناس اللي قدّامه وكل حاجة، بس أشتغل على نفسي الأول، زي ما باشتغل على غيري أشتغل على نفسي، إن أنا أحاول ما فيش إمم، مانع أبدًا إن أنا أعترف إن أنا عندي مشكلةٍ ما وأحاول أصلّح في نفسي، يعني لازم الناس تحاول تجتهد عشان خاطر الدنيا ما بقتش مستحملة بقى حد طايق حد، يا ريت الناس كلّها تضبّط أمورها مع نفسها. الpoint الأساسية التانية أوكي، بالنسبة لي بالنسبة إن أنا أم ومفروض كده إن أنا أبقى أضبّط ولادي أو أنصحهم أبقى يعني إلى حدٍ ما مثل ليهم أو كده، إمم، كل ما أقول لهم حاجة أو أنا أشوف في تمثيلية حاجة بقيت ألاحظ إن إيه open minded الكلمة دي بقت بتستفزني، طيب open ماشي minded open minded دي ماشي أوكي، أنا open minded طب ما أنا الحمد لله في اللي أنا فيه، أنا open minded في شغلي، open minded في بيتي، open minded مش open minded حاجة بعيدًا جدًا، جدًا عن الدين، يعني ما تقولش أنا open آه، minded فما إمم، باعملش كذا، أنا open لأ، افصل دي عن دي، أو عايز تقول إن أنت مش بتعمل حاجة مثلًا زي مثلًا say أنا مش محجبة، ما تقولش عشان أنا open mind لأ، ما تربطيش دي بدي، هو أنتِ أنتِ مش في محجبة حد قال خلاص لِك كل واحد كده قبل حُر. كده؟ كتير يعني أنا in مش general محجبة إن آه، مثلًا أنتِ مش بتشربي سجاير، لأ أصل أنا open يعني أنا ما باعلّقش، أنا لمّا باشوف حد مش بيعمل حاجة، أنا ما دام مش في الarea بتاعتي اللي أنا آه، آه، يعني ليّا فيها تأثير، خلاص أنا يعني ب ب مش آه، هت آه، خلاص هو حُر، هو حُر في هو اللي هو حُر، بيعمله، بس ما تجيش تقول أنا مثلًا ما أنا باشرب سجاير عشان دي حرية شخصية أو أنا ماشي أوكي حرية شخصية مع نفسِك، بس أنتِ برضه في نفس الوقت مثل مش كويس لغيرِك، مثلًا أنا مش متحجبة عشان أنا open minded لأ، الحجاب ده مثلًا فرض وربنا ييسّرنا، مش هاقول لِك إن إحنا واو وفظاع، لأ إحنا إمم، عاديين وبنحاول نبقى أحسن، وأنا لمّا أكون مثلًا طَب أنا محجبة بس مش أحسن حجاب، حجاب يعني سيكي بيكي اللي هو ربنا يهدينا بس وأبقى كويسة، بنسعى، بس أنا عارفة إن أنا ده حجابي بنجتهد، مش كويس وباحاول أجتهد، ما باقولش عشان أنا open minded وأنا حجابي روِش وكده، أنا عارفة إيه مشاكلي وعارفة يعني المفروض أبقى آه، إزاي، بس خلاص باتعامل وربنا يهدينا، لكن جملة open minded دي بيقفلوا بيها أي حاجة ويحللوا بيها أي حاجة غلط بتتعمل يقول لِك أصل أنا open minded إيه المشكلة لمّا أبقى يعني in connection مع boys إيه المشكلة؟ لأ، لأ، هو في حاجات كتير ما تنفعش، يعني باسمعها حواليّا باخاف آه، بقى على ولادي، لإن أنتِ طبعًا مش هتبقي معاهم على طول، أنتِ في أوقات صح، هتبقي معاهم، صح، في أوقات كتير جدًا خلاص أنتِ زرعتِ اللي زرعتيه، جبل التلج الأساسي تحت، أنتِ فوق بقى اللي بيظهر من ولادِك هو أساسه كل اللي أنتِ بنيتيه تحت، وعلى حسب بقى ما بيكمّل معاكِ يعني. على حسب على برضه حسب اختلاطهم يعني برّه، هو اللي صح، ظاهر منهم غير اللي باطن، اللي باطن ده أنا بابنيه،
بابني ده تبعِك، ده جبل يخُصِّك. التلج من تحت ده صح، باحاول أبنيه، اللي صح. ظاهر بقى للناس حتّة صغيّرة، ماشي أوكي، أنا المهم عندي إن لو حصل مشكلة هزّة في الظاهر ده يكون الbase بتاعي قوي، ما يهزّش إمم. باقي الجبل، الحتّة اللي فوق دي ماشي أوكي حصل فيها كسر بسيط أو حاجة، بس اللي تحت الbase بتاعي أساسه كويس. بتعرف ترجع له لمّا تتهز من فوق. بالضبط، تفكّر لوحدها، وبدأت إمم. أحسّها الحمد لله يا رب يعني، الحمد أبسط لله. حاجة كنا لسه يعني كانت لسه بنتي في عزا بابا صاحبتها، هُم طبعًا راحوا طبعًا بعد ما وصلوا المكان عشان كان سفر، فبيتوضّوا في الtoilet وكده، فباقول صاحبة بنتي: "لأ يا حبيبتي اقلعي الشراب عشان خاطر تتوضّي يعني هو لازم ما دام أنتِ مش واخداه." قُلت لها فهي بنتي قالت لي: "مامي هي أصلًا حاطة nails." طَب إزاي هي أصلًا مش هيتقبل الوضوء أو أيًا كان، هي بتقول لي كده، فهي آه. فاهمة إن في مشكلة، هي عارفة إن في مشكلة وده إمم. طبعًا ده أساسي، بس هو دلوقتي في العالم ده بقى واو كويس إن أنتِ عارفة، أو مثلًا لمّا حد يكون caring على حد إمم. أو حاجة، بقيت أحس إن أنا واو الحمد لله إن ولادي كده، طيب بس ده المفروض يبقى العادي، يعني هو ده المفروض كان basic، في ده زماننا ده basic الطبيعي. ده عادي، ده عادي إمم. مش غريب، بس دلوقتي بقى حاجة غريبة، فأنتِ بتحاربي يعني عشان تبقي في الlevel ده. open mind. أيوه بالضبط. يعني أنتِ أنا بالنسبة لي على فكرة في حاجات ما سمعتهاش كتير، فأنا باسمعها منِّك أول مرّة، إن هُم بقوا بيربطوا كمان الحجاب بكلمة أصل أنا open open minded. minded يشوفيكِ مثلًا يعني أنا في in connection مع ناس أكون قاعدة معاهم عادي، فمثلًا يكونوا بيدخنوا، فأول ما أدخل بقى يطفوا السيجارة، أوكي، أنا مش عارفة ده بالنسبة لي دي حاجة حلوة، الناس شايفيني كده عادي مش فارق الحمد معايا، لله. هُم بقى بالنسبة لهم بيكونوا شايفين حقه الclose minded جات، فيعني آه. رغم إن أنا ما مش باعلّق، يعني مش بس باعلّق على بس حاجة أو كده، بس يعني خلّينا خلاص ماشي أنتم عايزين يا جماعة close minded بإن إحنا نمشي على الbasics العادية خالص، ما باقولش إن إحنا نبقى يعني خلاص ده هندخل الجنة، يعني إحنا إمم. نتمنى طبعًا إمم. كلنا ندخل الجنة وكل حاجة، وأتمنى ولادي يلبسوا كويسين، وأتمنى إن هم يلبسوا مثلًا حاجات مريحة وواسعة وكده، بس مش سهل، يعني إحنا نفسنا ما بنجاهد اتحجبتش غير في بس. نُص الكلية أساسًا، وأنا في يعني إمم. في تالتة كلية في تانية كلية تقريبًا أو حاجة كده، فيعني بنحاول بس أوكي. الناس بتبقى كتير أوي بقى الresistance أكبر من وإحنا صغيرين. وبقينا بنبعد كل حاجة، أنا ملاحظة عن يعني الدين، يا جماعة هو الbasic بتاعنا أيوه، الأخلاقيات أيوه، والمبادئ بتاعتنا هي أساسيها الدين، بالضبط كده. فدلوقتي إحنا بقينا من كلامِك لأ، إحنا تبعدي جنبناه خالص تمامًا. أيوه، وأي مشكلة تظهر لِك أصل أنا open minded لأ، هو ده مش مبرر لكل حاجة، أنتِ ما تمشيش باليافطة مش بتاعة ده أنا open الbasic minded بتاعنا ده مش خالص. الأساس، وده مش مبرر ليكِ في أي حاجة، مش أي حاجة تعمليها إمم. من باب أنا open minded يا جماعة لازم نفرّق صح، صح، open minded ونرجع في لقواعدنا. شغلي، open minded في حياتي ماشي أوكي حلو جدًا الواحد يبقى open minded بس أنتم لازم تفهموا مفهوم الopen minded دي بشكل كويس، تفهمي يعني إيه أنتِ إمم. بتقولي الجملة open minded دي يعني أنا فاهمة الدنيا، أنتِ لو فاهمة صح وفاهمة الدين صح وفاهمة صح. الأخلاق صح، مش هاقول دين، الأخلاق أيوه. صح وفاهمة كل حاجة صح، مش هتقولي open minded غير في الأوقات المناسبة ليها جدًا، يعني مش هتقولي على إمم. نفسِك إمم. أصلًا open minded. صح، صح. والنقطة الأولانية اللي أنتِ كنتِ بتتكلمي عليها، إن الشخص يعترف بأخطائه قبل ما ييجي يحاكم أخطاء الآخرين. بالضبط، بُص لنفسك بالضبط، الأول، حاول ولازم أعالج تحسّن من أخطائي، نفسك، لازم أعالج أخطائي عشان ما واعترف اتعبش اللي بيها. معايا، أنا برضه وأعترف. بالاحظ يا علا إن معظم الناس مش عارفين هم أنا أخطائهم مش إيه. كده، أو شايفين نفسهم عكس كده، يعني يقول أيوه. لِك لأ ده أنا كويس جدًا، وأنت يعني أعرف عنك إن أنت صعب جدًا في التعامل في الpoint دي بالذات، وأنت تقولي على نفسك أنت مميز فيه، وقولي ربي لا حول ولا قوة إلا بالله، بجد أنا حتى والله دايمًا بالزم اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه، من كتر إن إيه، إن فعلًا شوفي الأمثلة كده، أيوه، فمش عايزة تبقي زيّهم. وما حدش معصوم من الخطأ، ما حدش ما فيهوش عيب، صح، ده كلنا فينا طبيعي. عيوب بس كلنا نصلح عيوبنا، نحاول نجتهد يعني. الجهاد أساسي. طب يا جماعة ما تعصبوش يا علا يا جماعة ولا تضايقوها بعد إذنكم. لأ، بس أثرتِ نقطتين مهمين جدًا، وفعلًا هُم بقوا دلوقتي ما كانش في حاجة أنتِ وأنتِ صغيرة كان في حاجة اسمها open لا، لأ، minded؟ لأ، 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 الجملة عادي دي أصلًا جدًا، كانت الحياة كانت بتمشي عادي جدًا، بجد كل حاجة ماشية smooth حتى ومعروف، أنتِ مش أيوه محتاجة خلاص، تتكلمي فيها ولا أيوه بالضبط، تشرحيها. إحنا بنبذل مجهود في كل step each step ما فيش steps بتحصل spontaneously لأ، أنتِ كل step بتبذلي فيه مجهود عشان تعدّي اللي بعدها، وتقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد يالّا اللي بعده يا جماعة let's go يالّا نكمّل، وربنا كريم بقى، ربنا يعيننا. طيب أخش معاكِ على السؤال اللي بعده، حاجة كده حلوة بسيطة كده، دايمًا باكون عايزة أي حد بيسمعنا يحس إن هو بيعمل إنجاز في يومه، إمم. فباحب أسأل اللي معايا إيه أبسط حاجة ممكن تعمليها في يومِك، بس بالنسبة لِك إنجاز عظيم ولمّا عُلا بتعملها أنا كده النهارده يا لهوي ده أنا خدت جايزة نوبل، أنتِ فاهماني؟ مع إنها بسيطة جدًا. بُصّي، أنا في إمم. حاجتين أول ما باصحى من النوم باحب أعملهم، إن أنا أفتح الستارة والشمس تدخل كده، أحس بالشمس كده يعني على عينيّا أو على وشّي، بس مش بالشمس الساطعة، الشمس بتاعة الصبح الهادية دي، آه. آه. وإن أنا أفرد سريري وأشِد عليه كده الدنيا، الملاية. أحس كده الدنيا اتفَّقت، عشان أحس إن ده حتى لو ما عملتش أي إنجاز في يومي، إن أنا لمّا هاروّح البيت ألاقي الله ده سريري متّتت، ده أنا بدأت حياتي بإنجاز أهو، اليوم يعني أبسط حاجة آه. يعني أدّي يوم لنفسي جديد بس عكاشة مُشرق إن كده. أنا بدأت بحاجة كويسة. الحاجة اللي باحس فيها إن أنا مبسوطة بجد ما أعرفش يعني إن أنا حد متضايق وإن أنا أعرف أريّحه، حد مش مبسوط وإن أنا أقدر بحاجة بسيطة أو بaction بسيط إن أنا أبسطها، ساعتها باحس إن أنا خلاص بقى مبسوطة أوي ومرتاحة بس في جبر ثانية بقى ييجي الخاطر. حد يعكّر عليكِ مزاجِك كل ده بيروح يعني أنتِ بتحاولي.
يعني ممكن ما بجد. نقولش جبر الخواطر قد ما آه، هو هو بيبقى إحساس بيغلب كده على الإنسان، إن هو بيرتاح والله لمّا يعني لمّا اللي لمّا قدّامه بيسعد حد في points معيّنة، لكن مش الشكوى الدائمة. أنا مش باحب الشخص اللي طول النهار شكّاي، بس أنا إمم، باحب إن الشخص فعلًا in struggle أو in حاجة أو في مشكلةٍ ما، وأنا قدرت إن أنا على قد أقلل شوية من الpain بتاعه، بس يعني حتى لو ما قدرتش أعمل فده حاجة أو بيساعدِك. قدرت إن أنا أخلّيه يبتسم في وسط مضايقته أو زهقه أو كده يعني، إن هو دي بالنسبة لي حاجة ده هو كده. طبعًا أنا عايزة أقول لِك يعني اللي هيسمعني وعارف علا عادل، هو عارف طبعًا إن القعدة مع علا لازم هيبتسم. فأنتِ بتعمليها بسلاسة وتلقائية مع أي حد فعلًا بيقابلِك، وده أي حد هيسمعِك هيبقى عارف وهيتفق معايا في الرأي يعني، فلأ أنتِ ماشية مضبوط. ما باعرفش أرُد يا جماعة على الحاجات دي يعني، يالّا عدّوا على الديسك اللي لأ، بس حلو أوي الموضوع فعلًا، يعني أنتِ وأنتِ بتشرحي يعني الناس لو شايفانا وأنتِ بتشرحي أنا بس بافتح الستارة والشمس تخش أنا حسيت إن في إشراق والله العظيم افتكرت كده نسيم الصبح اللي هو قبل ما الشمس تبقى أيوه، ساطعة، بالضبط، أيوه دي كده بالضبط، ده و لوحده بيدّي إحساس بإن إن شاء الله خير، تفاؤل، آه، الشمس طالعة حلوة، يعني كل واحد بيسعى وإن شاء الله خير آه، وخلّينا نتفائل. لأ ما إحساس باحبش حلو، الdark areas، ما باحبش غير غصب عن الواحد ساعات بتيجي أيام مش بتبقى سهلة، بس أكيد. خلّينا نتكلّم في المُجمل إن لأ، دعونا نتفائل خيرًا يعني، إن شاء أيوه الله صح. خير. في بعض الناس بسبب بقى كل اللي بيجري حواليكِ ده، شايفين إن حياتهم نقول مثلًا اللي بتربي الأطفال في البيت هي ما بين التربية والhomeworks والطبيخ واليوم بيخلص، أنا ما عملتش حاجة في حياتي، أنا حياتي ضايعة على التربية أو على الطبيخ، أنا كاريري فين، أنا طموحي، أنا فلوسي، والواحدة التانية اللي مثلًا ما اتجوزتش، أنا حياتي كلها واقفة على الشغل ما بين بيتي وشغلي، فحاسين دايمًا إن فايتهم حاجة، تقولي لهم فعلًا فايتهم حاجة؟ لأ بُصّي، كل الكون واحدة دي بظروفها يعني. أحب أقول إن اللي طول النهار حاسس إنه فايته حاجة عمره ما هيحس بالحاجة اللي يعني دي it's a rule. أنا طول آه، ما أنا حاسة إن أنا مش عندي كذا، عمري ما هاعرف أشوف اللي عندي، أنا لازم أبقى مستشعرة إمم، كل حاجة. طيب ماشي أنا باذاكر لولادي باتعب، طب أنا الحمد لله إن ولادي موجودين أصلًا، وإن أنا صح، عندي القدرة إن صح، أنا أذاكر لهم حتى لو هنولّع في بعض أو حتى لو في حاجات هتحدّف في النُص مش مشكلة يعني، بس إحنا في الآخر يعني الحمد لله إن في بيت مقفول عليّا، إن أنا بانام بالليل مع ولادي وإن الدنيا بتبقى كويسة. تعبت من الطبيخ، طيب ما هو الأكل اللي أنا باعمله ده الحمد لله ولادي بياكلوا منه، طب أنا كده يعني طب ما هو أنا كده باعمل حاجة حلوة. إمم، أنا مش من الأشخاص اللي أحب أفضل قاعدة طول النهار في البيت باطبخ وباغسل وكده، بس ممكن أقول يعني الشخص اللي بيشتغل أوي أنت برضه اتبسط بإن أنت عندك حرية إن أنت تشتغل وتشتغل لغاية وقت ما تحب وتخلّص شغلك وتقبض وفي آخر الشهر تفكّر تعمل لو أنتِ حتى لو أنتِ واحدة يعني كل واحد يستغل حاجته في الظروف اللي هو فيها. يعني أنا إمم، سِت بيت أستمتع بإن أنا سِت بيت، مش عليّا duties مش عليّا أي حاجة، باشتغل وسِت بيت أستمتع بالاتنين، إن أنا عارفة أخرج وعارفة أشتغل مع ولادي. إذا ربنا ما رزقنيش بزوج مثلًا أو كده، أستمتع بإن أنا single أدوّر، على فكرة ممكن يعني ما أنا أشتغل، بالفلوس دي أروح أطلع رحلات، ما أحطش نفسي في بس قالب صح، مقفول، ما تقفليش على نفسِك. أي واحدة إمم، معاها أي option استغليه لأقصى حدود. أنا معايا إيه دلوقتي، أنا هاعمل بيه إيه؟ أنا إمم، لوحدي وsingle وكل حاجة ماشي أوكي، حاجة مملة بس ماشي، مالي أجيب لنفسي أكل من برّه، أستمتع عادي أي وقت أنبسط أخرج، بقى باللي في أي إيدي، وقت أسافر، أي وقت أعمل أدخل في أي كورس أنا حاباه، مش هاقول لِك كورس مذاكرة وكده، كورس art، كورس أي إمم، حاجة، أي حاجة أنا عايزة أزوّد منها الaccent بتاعي، الlanguage، أي حاجة أنا عايزة أعملها، أنا خلاص أنا حرة نفسي. لازم كل واحد يشوف أنا في وضع إيه، وإيه الحاجات الحلوة اللي حواليّا، لازم أشوف واستغلّه، بعنايّا. أنا لو ما صح، شُفتش بعنايّا والناس كلّها قعدوا يغنوا لي، أنا عمري ما هاشوف. أنا لازم أحس بالحاجة اللي أنا فيها وأشوف قد إيه هي جميلة عشان ما اقعدش أقول ده أنا عملت. ومع العلم بإن طبعًا بتيجي وقت إن أنتِ بتبقي ساعات استنزفتِ أوي في ناحية معيّنة، وطبيعي ساعتها أنتِ بتعملي pause لنفسِك أو زي recharge زي الموبايل لمّا بيحصل صح، recharge تصحي تاني يوم ربنا بيقدّرِك وبيعينِك إن أنتِ خلاص الحياة بتستمر معاكِ، بس في نفس الوقت طول ما أنا قاعدة أبُص إن أنا مش عندي كذا، أنا مش عندي كده، أنا باستنزف في الشحن فاضي، بتاعي كإني لو أنا موبايل يعني إمم، باستنزف في شحني باستنزف في طاقتي، بحيث إن أنا بافكّر في حاجة مش خلاص باضيّع المجهود أو شوية الpower اللي عندي في حاجة مش هتعمل لي أي حاجة، مش إمم، هتزوّدني أي حاجة. بالعكس هتكئبني كل زيادة واحد وبرايا أيوه مش ما بالضبط، كل تخصنيش، واحد معاه نِعَم لازم يشوفها ويستمتع بيها، لازم تستمتع بنَفْسك ولازم تدوّر فين الbright sides في حياتك، لازم، ما فيش حد ما إمم، عندوش bright side، حتى لو حياته فيها إيه، هيكون فيها جزء ما bright side وده الجزء المناسب ليه، وهو مش عارف. يعني مثلًا إمم، ساعات الواحد اللي ربنا ما رزقهوش بزوج، يمكن هو مش عارف إن الخير له في إن هو يعيش حياته صح، مبسوط، الله أعلم، لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، أيًا كان عايز شغلٍ ما وما جاش الشغل ده وبقى في شغل تاني هو مش وحاسس إنه متبهدل ومتمرمط، ما الله أعلم أنت لو رُحت شغل تاني كان إيه. فلازم يبقى صح، في نسبة رضا
الرضا ده حتى لو أنتِ في ألم هيخفف الألم بتاعِك، حتى لو أنتِ إمم. مش هتفضلي تبُصّي حواليكِ تقولي أنا ما عنديش أو أنا مش عندي أو كده، ده هيريّح، ده هيريّح لإن الدنيا بقت مليانة plus بقى في كتير أوي باينين إن حياتهم مرفّهة أيوه، وحلوة السوشيال بس ميديا، السوشيال السوشيال ميديا كده. ليها تأثير كبير إن هي تعمل كده، بس في الآخر، في الآخر لو رجعتِ لنفسِك ورجعتِ لحياتِك ما لكيش دعوة بكل الحاجات دي، كل ده يا جماعة يعني مظاهر، مع العلم إن الحاجات دي بتأثّر برضه، يعني أنتِ لو قعدتِ بس أكيد، تقلبي شوية على أكيد. الفيسبوك وشُفتِ أيوه، أيًا لازم، كان، لازم طبيعي هييجي فيه شوية إحساس إن أنا إيه ده، هو أنا ليه مش بيحصل كده، طب بس خرّجي نفسِك من ده على طول، إن أنتِ تبُصّي للنعمة اللي أنتِ فيها، إمم. وهتلاقيها بتتسهّل وبتمشي كده لوحدها. الرضا بالضبط، واستشعار هو النعمة، الرضا، أيوه. حلو. الرضا هو مفتاح كل حاجة. دايمًا أنا وخصوصًا طبعًا اللي بيتكلم مع عُلا وعارفها، عارف إن أنتِ فعلًا القعدة معاكِ لا تخلو من الضحك، دي حقيقة. فدايمًا مبتسمة، دايمًا بشوشة، دايمًا في نُكت، بس ما فيش حد ما عندوش ابتلاءات. فأنا دايمًا باحب أسأل عشان كل واحد يبقى شايف إن في مواقف صعبة بتعدّي على الناس، بس بيعدّي منها. دايمًا باقول جملة شهيرة: ما فيش بيت ما فيهوش ابتلاءات. إيه أكتر موقف صعب عدّى عليكِ في حياتِك وعدّيتِ منه إزاي؟ هو في ابتلاءات حصلت في حياتي in general بس أنا إمم. كنت دايمًا لمّا أعدّي بابتلاء أقول ده أكبر حاجة في حياتي وده صعب أوي ومش عارفة إيه وكده، والحياة بتستمر بعدها لغاية ما يعني حصل لي ابتلاء كبير أوي في حد عزيز عليّا جدًا، وإننا اكتشفنا إن إحنا عندنا يعني مرضٍ ما يعني، إمم. والمرض ده صعب، الناس كلّها بتخاف منه، فجأة الحياة بقت stop واتغيّرت تمامًا معانا من حياة بتمشي عادي جدًا ورتم سريع وكل حاجة لحتّة تانية خالص، بقينا في position تاني خالص، كان ابتلاء صعب كنت حاسة إن أنا مش قادرة أتعامل معاه ومش عارفة أتعامل معاه إزاي، بس لقيت نفسي واحدة، واحدة إن ربنا بيسهّل وإن الدنيا بتمشي يعني بالصعب اللي فيها وبالسهل اللي فيها، أكيد الsupport بتاع أهلي وقرايبي وصحابي وده ساعدنا جدًا، جدًا إن إحنا نُقف على رجلينا تاني. الحياة في عالم المستشفيات مختلف تمامًا عن العالم اللي إحنا فيه، إحنا عايشين في إمم. عالم موازي جدًا، جوّه المستشفى أنتِ يعني بتعيشي حاجات زي ما أقول مثلًا أنا كويسة، أنا مؤمنة، أنا مؤمن لأ، هو أصلًا أنتِ الابتلاء ده بيحوّلني من التلقين لليقين، خلاص أنا فعلًا لازم أبقى كده، لازم أبقى مؤمنة، إمم. ويمكن الابتلاء ده يبقى فايدته في إن أنتِ بتبقي قوية وبتكتشفي إن أنتِ قوية وبتكتشفي إن أنتِ بتقدري تتعاملي مع المواقف الصعبة إزاي، إمم. وبتكتشفي قد إيه أنتِ بتحبي الناس دي أو قد إيه الناس بيحبوكِ، مهما كان هو ابتلاء صعب وأثّر على حياتنا جدًا، 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 في كل الأبعاد كان مأثّر إمم. علينا جدًا، بس يمكن إن إحنا متمسكين ببعض وإن إحنا مؤمنين جدًا إن ربنا هيعدّيها وإن إحنا فعلًا كنا مصدقين أوي في إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن إحنا ندوّر على اليسر في وسط العسر اللي إحنا فيه ده، ده إمم. الحاجة اللي خلّتنا نقدر إن إحنا نُقف ونكمّل، وطبعًا لطف ربنا وكرمه هو اللي بيعين البني آدم في الآخر، إحنا بنبذل الأسباب وخلاص، يعني أنتِ أعدّي منه إزاي؟ بلطف ربنا وبالإيمان واليقين إن ربنا هو اللي في إيده كل حاجة، أنتِ اعملي اللي عليكِ وربنا هييسّر لِك الخير، خلاص سواء بقى كان يمين أو إمم. شمال، خلاص أنتِ طول ما أنتِ عملتِ اللي عليكِ، اللي تقدري عليه في حيزِك الصغير اللي أنتِ مش هتقدري تتحركي فيه أوي، بس أنا معايا tools أستعملها، أستعمل كل الtools بتوعتي، ما أفضلش قاعدة مستنية أشوف إيه، ما فيش حد ما بيعدّيش بابتلاء، ما فيش حد ما صح، بيجيلوش صح. لحظات drop، بس لازم تقوم ولازم تكمّل، لإن هي الحياة كده، ولقد إمم. خلقنا الإنسان في كبد، هو ما قالش ربنا إن حياتنا حلوة وجميلة، إحنا لازم نتعامل مع كل حاجة، ولازم ندوّر على الحلو اللي في وسط الابتلاء، لازم نطلع بيه بفايدة، لازم نتحرك، لازم ما يعدّيش علينا كده سُدى، بالعكس لازم تكوني حتى بعدها لازم تكوني ممتنة جدًا وحامدة ربنا وشاكراه على على أبسط النعم اللي أنتِ عايشاها دي كلّها نِعَم، أول ما بتخشي ويتقفل عليكِ باب أوضة في مستشفى، لأ أنتِ بتكتشفي إن في نِعَم كتير جدًا، جدًا في حياتِك أنتِ ما كنتيش حاسة بيها، إمم. صح. فلعل سبحان الله أنت لازم تكون مؤمن أو أنتِ لازم تكوني مؤمنة، أي ابتلاء أنا هاعدّي بيه ربنا بيدّيني حاجات إن أنا أعرف أكمّل بيها بعد كده، ربنا بيفوّقني، بيعرّفني أنا قد إيه أنا في نعمة، قد إيه إن الحياة كويسة، وقد إيه إن ربنا لطيف، وربنا يعني اللطف بتاع ربنا ده يعني بيبان جدًا في في الابتلاء، الابتلاء. الرحمة، كل الصفات اللي الواحد بيسمعها بس كده مجرد أسمعها في الكتب غير لمّا تعيشيها، دي حاجة مختلفة تمامًا، بس أنتِ استشعري نعمة ربنا في وسط الابتلاء، هتلاقي ربنا بيخرّجِك منها إمم. وبيكرمِك فيها وبيعدّيكِ عليها. بس طبعًا أكيد في الأول كان في وقت عقبال ما بدأتِ تس ت أيوه ت ت طبعًا، ت استيعاب تخرجي بقى من الكلمة نفسها آه. أول ما تسمعيها تلاقي نفسِك shocked أو زي ما حصل لِك كده شلل لحظي من كل حاجة، شلل في تفكير، شلل في حركة، شلل إمم. في إن أنا باعرف أتصرّف، أنا مش عارفة أتصرّف، يعني أنا مش عارفة إمم. أعمل إيه، أروح فين، آجي منين، أعمل كده. الفكرة في حاجة زي كده خلاص يا جماعة go through it، امشي فيها وتوكّلي على ربنا وخلاص، ما تقعديش تفكّري كتير طب بُكرة، طب امبارح، أنا في إيدي النهارده، أنا مش في إيدي امبارح صح. اللي عدّى ولا في إيدي بُكرة إيه اللي هيحصل، طب إيه اللي هيحصل، خلاص أنا في إيدي النهارده، اليوم بيومه، أنا أعيشه، يوم النهارده عدّى على خير الحمد لله فضل الحمد ونعمة من لله ربنا، جدًا. وباستشعر كل حاجة حلوة في اليوم ده عشان أقدر أكمّل. حياتي العادية بيبقى
يوم حلو ويوم وحش باريّح شوية بس في وسط الابتلاء ما ينفعش تبقي أنتِ الإنسان العادي، أنتِ لازم تبقي حد مختلف، لازم تبقي أقوى، لازم تطلّعي أحسن حاجة فيكِ عشان خاطر تعرفي تكمّلي، أوكي. وأنتِ فيكِ حاجة حلوة كويسة، ما تفتكريش إن أنتِ ما فيش معاكِ، ربنا لمّا بينزّل ابتلاء بينزّل معاه الحاجة اللي تساعدِك، بس أنتِ لازم تشوفيها، يعني لازم إمم. وهو ربنا قايل زي ما أنا قُلت: "لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها." أنتِ إمم. وسعِك كده، وربنا حطِّك في الابتلاء ده وعارف إن صح، أنتِ صح. نَفْسِك لو أنتِ مش مؤمنة بكده، أنتِ عمرِك ما هتعملي حاجة، بالعكس أنتِ هتبقي depressed جدًا، هتبقي مش عارفة تmove on، هتبقي كل خبر بتاخديه بإن هو حاجة مخيفة أكتر من اللي قبلها وهتعيشي في ضلمة، طَب وليه؟ خلاص هو أنا أصلًا لا ده هيفيدني ولا ده هيفيدني، أعيش اليوم بيومه وخلاص، ودي محتاجة إن أنتِ تبقي قوية، صح. فأنا نصيحتي للناس يعني قبل الابتلاء أنت قوّي نَفْسك بإيمانيات كويسة جدًا، بعادات كويسة أنت بتعملها في حياتك، أقول لِك زي الرياضة، زي المشي، زي الحاجات دي، كل الحاجات دي على فكرة بتعزّز من القوة النفسية للإنسان، ارتاحي مع إمم. نَفْسِك، اتعاملي مع ناس أنتِ بتحبيهم، الناس اللي مش بتحبيهم أو الشخصيات السامة اللي أنتِ بتحاولي معاها كتير جدًا وما فيش منها فايدة بتضرِّك بدل ما بتفيدِك خلاص ابعدي عنها، صح، صح. عيشي لنَفْسِك حياة صحية، عشان لمّا يحصل الابتلاء تبقي أنتِ أصلًا معاكِ أسلحتِك اللي أنتِ هتعرفي تواجهي بيها أي مشكلة أو تتعاملي بيها مع الموقف بقى على حسب الابتلاء ده حاجة بسيطة أو حاجة كبيرة جدًا فوق إمم. يعني فوق الطاقة أو حاجة، بس هو ده اللي مطلوب من أي إنسان عشان يعرف يواجه، والله الابتلاء فعلًا بينقلِك من إن أنتِ مجرد تلقين بقى لكل القِيَم، ليقين بإن أنا فعلًا الحاجات دي إمم. الحمد لله فعلًا ربنا لطيف، فعلًا ربنا رحيم، فعلًا ربنا كريم، في وسعي حاجات أعملها ما كنتش ما عارفاها. كنتش متخيلة إن أنتِ عندِك طاقة لكل ده أو قدرة إن أنتِ تبقي قوية كده، سبحان بالضبط الله. كده، وحاجة مهمة حلو. أخيرة طبعًا في إمم. الابتلاء، في ناس لمّا بيحصل لها ابتلاء بتقفل على نفسها تمامًا، لأ خالص يا جماعة على فكرة إذا إمم. كان يعني كان في آية بتقول لك سنشُدّ عضدك بأخيك، أخيك ده اللي هو أخيك طبعًا كان قصد سيدنا موسى بسيدنا يعني هو سيدنا موسى وسيدنا هارون أخوات، بس في صحاب على فكرة يشُدّوا عضدِك، إمم. في أهل يشُدّوا عضدِك، ما تبقاش لوحدك في ابتلائك، بس ما تحمّلش الناس هَمّك من غير ما تعمل حاجة، يعني أنت move وبرضه خلّي الناس القريبين منك اللي هيعرفوا يدّوك support خلّيهم موجودين في حياتك في اللحظة دي، بيبقوا مهمين جدًا، وكون أنت support لغيرك في أي ابتلاء. إمم. ما تغلقش على نفسك ما تغلقش على وتتقوقع، نفسك، هتلاقي ولمّا الموضوع تلاقي صعب. حد في ابتلاء يعني كان ليّا صحاب في الابتلاء ده يعني كذا سمعتها من كذا حد، أنا مش عارفة أدخل والّا ما أدخلش، أنا مش عارفة أكلمِك والّا ما أكلمكيش، إمم. أنا مش عارفة حتى لو كلمتِك أقول لِك إيه، أنا مش عارفة أقول إيه، إمم. فكنت باقول لهم يا جماعة عادي بمجرد بس إن أنتِ بتكلميني ده لوحده إحساس إن أنتِ معايا وخلاص أنتِ مش لازم موجودة. أو الموضوع مش كبير أوي، فلمّا تلاقي حد في ابتلاء ما تخافش من إن أنت تقول لأ أنا كده يعني مش هاتدخل في حياته، أنا مش لأ مش عايزة أضغط عليه مش لأ بالعكس ادخل وكون موجود وعرّفه ادخل على الباب يعني خليك واقف على الباب، عرّفه إن أنت موجود لو احتجتني في أي وقت أنا أنا موجود، موجودة. بس ممتاز. خلاص. لأ كلام حلو، وأعتقد الناس كمان يعني هتحس إن في موقف صعب عدّيتِ بيه، بس شوفي بقى كمية الحاجات اللي خرجتِ بيها من الموقف بالضبط، ده، بالضبط. واليقين اللي طلعتِ بيه، أيوه. فسبحان الله يعني في كل عُسر في يسر. ييسّر الخير يا رب آه. كُلّه من أي ابتلاء يا الله عشان من لا يغادر سقما، يا رب اللهم أذهب البأس واشف آمين يا الشافي، رب. ويعني سبحان الله هو ربنا طول ما الحمد لله إن ربنا موجود وربنا معاكِ في كل لحظة، أنت في معية الله يعني، طول ما أنت حاسس إن ربنا معاك، على فكرة يا جماعة أنا مش متدينة over ولا حاجة، أنا عادية جدًا على فكرة بس عشان يعني لو حد يعني لأ، بس الحاجات دي بس هي اللي بُصّي بتظهر في هي الوقت ده. الأوقات الصعبة عشان كده ربنا قال آه. إن مع العسر يسر، هو سبحان الله فعلًا في عز العسر إن ربنا بيوريك اليسر دي فعلًا هي كده، هو بتحبي ربنا أوي على فكرة في الابتلاءات، بالعكس بتقرّبي من ربنا أكتر في الابتلاء، طول ما أنتِ بتحاولي ربنا مش بيسيب حد أو كده، والحمد لله يا رب إن ربنا كان ميسّر يعني ناس جميلة في حياتنا طبعًا تسند وكانوا إمم. ونعم يعني ممكن ما تكونش أم بس كانت أكتر من الأم، يعني سندونا بجد الصراحة كل حاجة، أي حاجة نعوزها بيستبسلوا ممكن ياخدوا من اللي معاهم ويدّوا لنا من غير ما إمم. يفكّروا، يعني بُصّي هي قصص كتير، قصص كتير يعني يعني بتحسّسِك كده فعلًا إن أنتِ مش لوحدِك، ما فيش إحنا معاكِ، والدنيا لسه بخير برضه، إن في ناس الدنيا جدعة بخير. وناس والناس طيبة معاكِ وناس. وما فيش حد بيسيب حد أبدًا، إمم. وإن ربنا مش بيسيب حد يعني دايمًا supporting مش بيزهق تليفون اتكلم مرّة خلاص لأ، اللي عايز يinsist على إن هو يكون مع الحد ده بيكون معاه دايمًا بروحه صح. وبنَفْسه وبضحكته وبزيارته، ما تقوليليش بقى لا كُتب بقى ولا أي حاجة، هو كفاية إن أنتِ بجد الراحة النفسية لمّا صاحبِك أو حبيبِك يكون معاكِ في أزمتِك دي لوحدها حتى لو قاعد جنبِك ما بيعملش أي حاجة، دي لوحدها على ساكت. فكرة مُريحة فعلًا، إمم. فعلًا، وقد إيه حسيت إن زيارة المريض دي حاجة مهمة جدًا طول ما يسمح إن المريض يعني يتزار يعني طول ما نافع صح. أنتِ تروحي للمريض ده وتزوريه، مش نافع خلاص كل اللي أقدر أقوله بجد الحمد لله ربنا كريم، ربنا لطيف، استشعري وجود ربنا، استشعري إن يعني ربنا إمم. لطيف بعباده وربنا رحيم، ما فيش حاجة ما بتتعدّيش، ما فيش حاجة في الآخر كلّه بلطف ربنا بيعدّي. وأنتِ طبعًا سبقتيني للسؤال اللي بعده، وأعتقد أنتِ يعتبر جاوبتِ عليه، بس جايز يبقى في غير. أنا دايمًا باحب أختم البودكاست بحاجة كده نعمل بيها refreshment للناس اللي بتسمعنا، آية
أو حديث أو دعاء. بُصّي طبعًا إن مع العُسر يسر، أنتِ خلاص إن مع العسر يسر دي طبعًا أكيد دي أكيد. خدت معانا آه، الscore number one السنة اللي فاتت كلّها ده يعني. أكيد. لكن أنا برضه باحب الآية بتاعة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني حلو. حتى باغسل طبق في الحوض، في آه. حتّة صغيّرة كده متوسخة في الجنب، عادي يعني، لأ أنا هاغسلها صح عشان أنا عارفة إن ربنا بيحب الإحسان، احسني في الحاجة اللي أنتِ بتعمليها وخلاص، كده اتقني وخلاص. يعني اعمليها يعني حتى لو بإتقان أي كده. حاجة باعملها صغيّرة، حتى باعمل إمم. حاجة أكون أحس إن أنا لأ، أنا عايزة أعملها أحسن عشان ربنا بيحب المحسنين، هل آه. جزاء الإحسان إلا الإحسان، الكلمة دي باحسّها بتطمّني، وإن أنا باحس منها إن أنا مجهودي مش بيضيع، إن أنا مش مستنية إن أنا آخُد الفايدة من الناس أو من شكر الناس أو من كده، لأ إمم. هو ربنا قايل لي هو وواعدني ربنا قايل هل لِك. جزاء الإحسان إلا الإحسان، طَب أنا أصلًا وأنا باعمل أي حاجة وباعملها حلو على قد ما أقدر طبعًا على قد قدراتي المفستكة، بس يعني باحاول يعني. أيوه، إن أنا عملت الحاجة دي، إن هو باحاول إن أنا أعملها على قد ما أقدر في أعلى level أنا أقدر أتعامل معاه، طبعًا في حاجات بتبقى برّه إرادتي طبعًا، السنة اللي فاتت برضه كان من ضمن الحاجات فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ولمّا كنت آه أعرف فإنك الصبر طبعًا. بأعيننا ده كنت إمم. باحس ياه! ده كأن ربنا حاضني كده أو حاططني يعني سبحان الله ولله العزة يعني أو كده، كأنه حاططني بين إيديه كده، فإنك بأعيننا دي كنت باحس منها إن لأ الحمد لله إن شاء الله أنا في أمان، أيًا كان اللي بيحصل إحنا إمم. في أعين ربنا، فإن ربنا كريم، فاصبر لحكم ربك ماشي، يعني أنا إيه اللي في إيدي أعمله دلوقتي خلاص أنا هاعمله، إيه أحسن حاجة ممكن أعملها دلوقتي كذا، خلاص أنا هاعمل الحاجة دي لغاية ما ربنا يفرجها من عنده، بس يعني بامشي كده، إمم. هي زي ما بتيجي، أنا مش ما فيش قدامي إن أنا أغيّر الكون، أنا بافكفك أي حاجة كبيرة بافكفكها لحاجات صغيرة كتير، دي هاقدر أعملها ماشي يالّا خلّيني أعمل فيها، ما أقدرش إن أنا أبُص للحاجة الصعبة كبلوك كبيرة، لأ، طول ما أنا شايفاها بلوك عمري ما هاعرف أتعامل معاها، لازم أفكها لكذا حاجة صغيرة، وأي حاجة صغيرة أعرف أعملها، ما أعرفش أعملها خلاص سيبها على جنب بقى إيه وربنا إمم. يسهّل لها بقى إن شاء الله هتتحل يعني، لوحدها. بالضبط أوكي. كده يعني. أنا أعتقد إن أي حد هيسمع البودكاست ده يا علا بجد هييجي له طاقة من التفاؤل، بجد والله. مع إن شوفي أنتِ قُلتِ مواقف صعبة كتير، لأ يعني أنتِ قُلتِ شوية حاجات البودكاست إن شاء الله اللي يسمعه أنا واثقة إن هيحس لأ يا جماعة الدنيا حلوة، وأنا ليه مش باجتهد، أنا ليه مش باسعى، أنا ليه مش أيوه، متفائل، أيوه، أنا ليه مش مبسوط، ده أنا عندي بالضبط. حاجات كتير محتاجة إن أنا بس أحسّها، أشوفها. حِس وشوف وتعامل وعافر وما تستسلمش، في وقت هتتعب ريّح شوية بس استراحة مقاتل مش استراحة مستسلم، بس إمم. ريّح عشان تعرف تكمّل عادي، وربنا زي ما باقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أنت طول ما أنت حاول وتعمل ما تفتكرش إن أنا مجهودي ضايع ولا لا، 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 ولا يشغلك الكلام ده، في أيًا كان بقى إمم. بارضّع ابني بقى، بانضّف البيت، باشتغل في شغلي بامشي في الشارع والدنيا أنا بقى خلاص أنا عارفة أنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، خلاص ربنا وعدني بوعد وأنا هامشي عليه وإن إمم. شاء الله هيتحقق وإن شاء الله خير، يمكن الكلام ده يسندني، ممكن في الأوقات الضلمة أبقى مش قادرة إن أنا أشوف يعني لو الموضوع صعب أوي، أبقى مش قادرة إن أنا أشوف كل الحاجات دي، بس لا يزال موجودة عندي الحاجات دي إن أنا يعني لمّا يعني بعد ما أريّح شوية وأقوم هاشوفها هاكمّل فيش مش غلط أبدًا إن أنت في يوم من الأيام تتعب، مش غلط أبدًا إن أنت تعيّط، يعني عيّط، اتفرّج عن نَفْسك، اتعب وكل حاجة، بس لمّا تعمل كده اعرف إن دي عشان تعرف تكمّل، مش بتعمل كده عشان أنت بتستسلم، أنت لو استسلمت ما حدش هيقومك غير نَفْسك على فكرة، حتى مع أهلك، صح، قرايبك، صح، صحابك، كل الناس ما صح. حدش هيقومك غير نَفْسك، فيعني شِد fight حيلك معاك. fight إن شاء الله خير يعني اللي جاي خير. نورتيني وأنا سعيدة جدًا وما ضحكناش كتير على فكرة، أيوه. سعيدة جدًا بوجودِك معايا، بكلامِك واسترسالِك، وأكيد هيبقى لينا لقاء آخر، وأنا إن شاء متأكدة إن الله هيبقى في كمان looking هيكون forward. جهّزت أسئلة جديدة إن شاء الله، إجابات أخرى أنا منِّك. متأكدة يا ماجي إن أنتِ جامدة جدًا وهتعملي شغل جامد جدًا والله، لا والله. بس أتمنى لِك إن شاء الله يا رب يعني تكون دي بداية لحاجة كويسة، وده حاجة حلوة إن أنا يكون عندي طموح في حاجة معيّنة وأنا عايزة أعملها وعايزة إمم. أحققها، أيوه go through it وبرضه هتواجهي اللي هتواجهيه وكمّلي عادي أكيد، جدًا ولا أكيد، أكيد، استعجلتِ. أبتدي بس. نورتيني وباشكرِك على هذا اللقاء اللطيف، السعيد، المتفائل، إلى لقاء آخر في بودكاست يا فندم بإذن الله. إنما الإنسان أثر، فاصنع أثرك. كانت معاكم ماجي ناجي، باحاول أصنع أثر.